قلبوا يا قلبوا. لك اوعى تقول جلبه بس في فيديو. ده طلع اول حاجه. طلع اول حاجه. ايوه. جلبه. قلبوا ماشي. يا قلبوا. ماشي يا عم. وماله جلبه. انا مش هنسى يوم جلبه ده اصلا. كان يوم جامد. قلبوا قلبوا عم الناس، قلبوا قلبوا سيد الناس. كان لسه مسلسل نازل. وكان اسمه إيه المسلسل؟ مش فاكر. طبال باين. كام حاجه. اعتقد مسلسل لا. الطبال كان كان ميكي هو اللي قاعد يقول لي، يقعد يطبل لي كتير فيقعد يقول لي جلب وجلب. عم الناس. يا ابني اصلا كنا في ميتنج، انت عارف انا بشتغل معاه على كام بروجكت كده. أمم. هو مديرته انا اعرفها كويس. فلقيت- فلقيتها فجأة هي مديرته بتكلم تقول لي ايوه جلبه. هي وصلت للدرجه دي؟ قلت لها ايه ده، انت مين قال لك على الموضوع ده وبتاع. نكلمه بقى فاهم. اه، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ انا جميل الحمد لله، كله انت حلو. اخبارك ايه؟ كله جميل. الحمد لله. الدنيا اخبارها ايه؟ الكره الارضيه. والله اهو، زي ما انت شايف كده، أمم. بنسعى، نتحرك، نشتغل، بنحاول. بنسعى، نتحرك، نشتغل. بس واللي بيجي في ايدينا بقى بنقفش فيه. أمم. دي اهم حاجة. ما تضيعش حاجة ما تقفش فيها. كل ما يبقى قدامك فرصة لازم تحاول تمسك فيها على قد ما تقدر. أمم. لان بص دايما الناس ما بتعرفش تفرق ما بين التشانس والاوبورتيونيتي. الناس دايما بتضيع الشانسز يعني. حاول على قد ما تقدر تاخد تشانسز، اي تشانس تجيلك. بس انت ممكن امتى ما تكملش لما تبقى متأكد ان التشانس دي ما بتتقلبش كاوبورتيونيتي. ما انا عايزك تقول لي فرق ما بين chance و opportunity. بص التشانس ان انت مثلا سي جات لك شغلانه، تمام، دي تشانس. اي حاجه بتجيلك اتس تشانس. تمام، جالك انترفيو في حته، جالك شغلانه، انت فريلانسر جات لك شغلانه، انت حتى بتشتغل في ايا كان مجال، دايما بتجيلك تشانسز. أمم. انا دايما بقول للناس ما تضيعش اي تشانس ممكن تجيلك. بس آه، ما تاخدش الستep في التشانس دي الا ما تتاكد ان هي opportunity. يعني انت جات لك تشانس انترفيو، روح واتكلم واعمل الانترفيو بتاعك واحكي كل قصتك واسمع الناس اللي قدامك. امتى التشانس دي تتحول لاوبورتيونيتي؟ لما يجي لك ريل جوب اوفر، وتبدا أمم. بقى تقارن ما بين مثلا كل حاجه. يعني انا دايما بقعد اقول احنا بنشتغل لخمس اسباب في المطلق: فلوس، ديفلوبمنت، كارير باث. في ناس بتفرق، ما بتعرفش تفرق ما بين الديفلوبمنت والكارير باث. الديفلوبمنت ده هنا ان انا بتعلم ايه، رحت بسكيلز عامله ازاي فبتطور السكيلز عامله ازاي، المكان ده هيقدم لي سكيلز عامله ازاي حتى كبيرسونال. أمم. الكارير باث ان انا رحت على تايتل اكس فكمان سنتين هبقى في تايتل واي، كمان 5 سنين هبقى في تايتل زد. أمم. السبب الخامس سوري الرابع الانفايرمنت. انت الانفايرمنت اللي انت فيها دي او اللي انت فيها حاليا او اللي رايح لها عامله ازاي؟ هل هي انفايرمنت ناس لذيذه؟ طب انفايرمنت بروفيشنال؟ والانفايرمنت مش لازم تبقى دايما معاييرها واحده عند كل واحد. يعني ممكن يكون شخص فيري بروفيشنال عايز يروح يشتغل من 9 ل 5 قاعد على مكتبه وراح على انفايرمنت لذيذه جدا كلها بقى بين باجز وناس قاعده بتلعب بينج بونج وبتاع. تمام، فهو مش عارف يكوب مع الانفايرمنت دي، رغم ان الانفايرمنت دي ممكن تبقى لحد تاني حاجه كويسه. بالظبط. تمام. فالانفايرمنت في المكان اللي انت رايحها دي عامله ازاي. خامس حاجه الناس بجد ما بتعرفش قيمتها، اللوكيشن. اللوكيشن الشغل. لوكيشن الشغل أمم. ان للاسف طبعا كل وقت ممكن تجيلك فرصه كويسه جدا، تشانس، بس تلاقيه وبسالري حلو وكل اللي انت عايزه، وبس انت ساكن في التجمع وهي في طريق اسكندريه. حتى ممكن المكان يبقى كويس كل حاجه، الناس أمم. بيقول لك يا عم في ايه ما تروح، وحد يفوت. بص، الشغل مش الشغل هيعمل بس. حتى لو بص، خلي بالك حتى لو بص، هي المشكله مش هنا هي مشكله في الوقت. أمم. المشكله مش هتروح ازاي، المشكله في الوقت اللي بيضيع قد ايه.
والوقت اللي بيضيع ده الناس ما بتعرفش قيمته. يعني انت مثلا ممكن تقعد تبص لشغلك وكل حاجه، قول لي كده انت بيور الوقت، مش اللي بتشتغله، بيور الوقت اللي بتضيعه في اليوم على الشغل قد ايه؟ مش اللي بشتغله. مش اللي بتشتغله، اللي محسوب شغل. يعني انت لو بتصحى مثلا ميعادك الساعه 9، انا انت بحسب الميتنجز على فكره جزء من الوقت اللي هو مش اللي بشتغله، بس من اللي بضيعه على الشغل. ما هو ميتينجز اكيد. ميتنجز، كوميوتنج اللي هو الطريق انت عارف ان ومواصلات. ايوه الوقت اللي انت من بيتك لحد مكان الشغل ده محسوب من وقت الشغل. ايوه طبعا. تمام. فبتلاقي ان دايما المشكله ان كل ما وقت الشغل ده باي ديفولت احنا بشر، كل ما وقت اللي انت بتضيعه على الشغل كتر، كل ما حياتك ما بتبقاش متظبطه. حتى لو انت ممكن تلاقي ان انت شغلك انت في التجمع وشغلك في 6 اكتوبر، مم. والشغل نفسه 6 ساعات مثلا، وقال ان الشغل الطبيعي بتاعه 8 ساعات طبيعي الديفولت مم. بتاعه. بس انت بتروح ساعتين رايح ساعتين راجع، فبقوا 10 ساعات، فانت برضو يو اكسيدد الورك ليميت، صح. ورك تايم ليميت. ف... فدول الخمس حاجات. تمام؟ صح، بس الحته بتاعت اللوكيشن دي شويه صعبه. انا شخصيا جالي شغل في اماكن رحت اشتغلت فيها، وكانت الطريق بالنسبه لي مشكله. مش بس الوقت اللي بضيعه في الطريق، يعني في حاجات نفسيه بتاثر عليا وانا رايح الشغل في الزحمه مثلا. زحمه العربيات وانا سايق، حد كسر عليا، فانت بتحاول تشد اعصابك، تخلي بالك من الموقف. ويعني مجهود اصلا توصل الشغل مفرهد عايز. انا قعدت فتره طويله جدا ساكن في الزمالك، وشغلي كله الناحيه التانيه. انا مم. كوبري اكتوبر ده كان بالنسبه لي ده فاهم؟ مأساة ده. اه لا يعني كان كوبري اكتوبر، يعني انت خلي بالك، ما انا قاعد كل يوم سايق من الزمالك للتجمع او من التجمع للزمالك او ايا كان. لا الموضوع كونسيومينج. مم. بتروح مش قادر تعمل حاجه تاني، مش قادر تعمل حاجه تاني. مم. و however اللي كان ليها بوزيتيف سايد. تمام، كان ليها يعني كان ساعات كتير قوي كل ما ناكش الدنيا الثوتس كلها بتيجي في الطريق ده. ما انت بقى ايه ايوه ساعه بقى صح. ولا قاعد لوحدك فاهم في عربيه. تشغل راديو ولا بتسمع او بقى ساكت بتقعد يعني ايا تسمع كان. اغاني وانسبيريشن كله بقى، فاهم؟ بتتعرف على الدنيا. ما انت خلي بالك يعني دي الساعه اللي كنت بتعرف فيها على الدنيا. ده اللي هو انت ما بتعملش فيها حاجه بالظبط. اه لان تكتشف. برضو يعني هقول لك حاجه. كوني دلوقتي مثلا واحد ماركتنج، شغلي في الماركتنج، والبيز بتاعي دكتور سنان. الحاجات اللي الناس ما بتعرفش تفرقها كتير جدا، ان انت مثلا ازاي بحس ان احنا كبشر بننزل نشتغل عاملين زي الممثلين. يعني انت لازم تلبس الشخصيه. كريم بتاع الشغل. اه بجد لازم تلبس الشخصيه. مم. يعني شخصيه الدكتور بالنسبه لي كانت غير شخصيه الماركتير خالص، ايا كان بقى ايه اللي اشتغلته تحت الامبريلا بتاعت الماركتنج. مم. يعني طبعا متشعبه جدا. صح. وحتى تحت الامبريلا بتاعت الماركتنج كان لازم تلبس شخصيات معينه سوتنج كل بقى بوزيشن مم. اشتغلت فيه. يعني كوني دلوقتي مثلا كونسلتنت، لا في شخصيه لازم البسها. تمام. مم. شخصيه ممكن تكون عامله ميكس ما بين ان انت فلكسبل وادابتبل في نفس الوقت. شخص فاهم مجنون خالص. عكس شخصيه مثلا الاستراتيجيست لازم يبقى شخص اناليتيك ودايما عنده اطلاع ودايما عارف هو المفروض ما يعملش ايه، مش المفروض يعمل ايه. مم. عكس شخصيه الاكاونت مانجمنت، شخصيه عندها شيزوفرينيا بحت. انت الاكاونت مانجر الشاطر مثلا، وانا بشوف ان الاكاونت مانجمنت دي من اصعب الشغلانات اللي ممكن اي حد يحتك بيها. مم. ليه؟ لان هي الشغلانه من الشغلانات القليله جدا اللي ملهاش يعني مش ملهاش دراسه. تمام؟ اشتغلها كل انواع الناس اللي اتخرجوا من ايا مكان، اتخرجوا من ايه؟ اشتغلها المهندس والصيدلي انا والدكتور. بحب انا بحب الشغلانات دي. انا بحس الشغلانه دي بتلاقي فيها اصلا يعني الناس اللي بيشتغلوا الشغلانات دي دايما عندهم سكيل مش عند اللي اتخرج اشتغل زي ما كان. في بص العموم الناس هي شغلانه سكيل، يعني هي اه. شغلانه سكيل. يعني هي مبنيه على السكيل اكتر. عشان كده بقول لك هي اكبر سكيل. طبعا بقى لازم يبقى عندك كوميونيكيشن سكيل، حاجات بقى السوفت سكيلز اللي بتعملها. بس انا مم. بشوفها ان
ان اهم حاجه في الاكونت مانجر ده ان هو يبقى عنده شيزوفرينيا، تمام؟ بمعناها يبقى تعبان، كويس. يبقى تعبان يعني. اه لا محتاج. انت دلوقتي انا كلاينت مثلا، انت عشان تعرف تتعامل معايا لازم تتعامل معايا بدماغي انا مش بدماغك انت. مم. وبتاخد مني الكلام بعد كده بتروح تنقله مثلا، سي لو انت في ايجنسي بتروح تنقله لديزاينر مثلا عايز اتكلم يشتغل، معاه بطريقته. فلازم تتكلم مع الديزاينر بطريقته. صح. بعد كده فاهم بتروح للكوبي رايتر اللي هيشتغل، ولا بعدين هتروح عايز لكريتيف. تطلع فاتورة، تعمل حسابات ايوه. بقى. فانت فشوف انت بس في شغلانه واحده او في تاسك واحده انت بتتعامل مع خمس ست افراد، وعشان شغلك يمشي انت محتاج تتعامل مع كل واحد من دول بطريقته او بدماغه مش بدماغك انت عشان شغلك يمشي. مم. ودي التاسك الاساسيه لاي اكونت مانجر بيزيكلي. طبعا في المطلق او مش في الادفانسد، بس بيزيكلي ان انت تفاسيليتيت حركه العمل. مم. تمام؟ فعشان تفاسيليتيت حركه العمل انت عندك لوب فيها مينيمم اربع خمس افراد، محتاج تتعامل مع كل واحد فيهم بطريقته وبدماغه عشان شغلك يمشي. صح. فدي مثلا دي محتاجه، انا بشوفها دي محتاجه سكيل عبقريه، مم. دي سكيل صعبه جدا. ده هي اعتقد كمان يعني مش بس الاكونت مانجمنت اللي ممكن يحصل فيها كده، في شغلانات كتير ممكن يحصل فيها كده كمان. بص. يعني اعتقد انت شخصيا لو فكرت، انا كمان لو فكرت شويه هلاقي نفسي لما بروح اتكلم مع آه، آه، حد معايا في التيم مختلفه شويه عن لما بروح اتكلم مع كلاينت او حد بيستخدم البرودكتس اللي احنا بنعملها، او لما بتكلم مع مانجمنت او ليدرشيب او شركات تانية. وهقول حاجه كمان، امم. آه، اوقات بحس انها بتاثر في شخصيتي بقى اللي هي السوشيال، اللي هو اخرج بره الشغل بقى خلاص، قلعت لبس الشغل اه وخرجت بقى بقيت انسان عادي، ابتدي اتعامل مع الناس صحابي على ان هم مثلا في شغلانات بتأثر كده، علينا اقعد ابص كده بس. كسوشيال. في شغلانات، بس انا هقول لك حاجه، خلينا نفصل بس حاجتين كشغل. انا دايما في السيشنز اللي بقعد اعملها ايا كان، انا طبعا شغلي ماركتنج وتخصصي ماركتنج، فاغلب السيشنز بتروح ناحيه الماركتنج، بس جنرالي بقول الكلمه دي. عايز تكسب اي حوار شغل، عايز تليد اي ميتنج، عايز تاخد شغلانه، عامل ايا مكان شغلك ايه، ايا مكان شغلك ايه الديبارتمنت اللي انت فيها، تكسب اي حوار شغل او تليد اي كونفرسيشن بالنولج. مم. كل ما كان عندك نولج كل ما بنيت حاجه اسمها بريدج اوف تراست. البريدج اوف تراست ده بينك وبين اللي قدامك ان انت، لا انت دايما عندك، انت فاهم انت بتقول ايه، انت لا انت شخص بيهبد، ولا انت شخص مم. بيرتجل، ولا انت شخص انت بتحاول دارس. تبيع بتحاول تبيع عليا وخلاص. اه انت عندك نولج. على فكره النولج مش بس دراسه. هقول لك انا عملت ام بي اي من حلو. 12 سنه. حلو. تمام. الام بي اي اللي درسته فيها كان حلو، كانت ستيب ان انا عشان بس كوني طبيب اسنان فيبقى عندي تقرب من الكارير. عندي بس كده فاهم حاجه ريزن تو بليف ان انا ممكن اشتغل ماركتنج يعني. بس ما علمتنيش قد ما علمني الشغل نفسه، وازاي تقدر تطور نفسك جواه. ازاي يعني كنت اكاونت مانجر، لا كنت بنزل اروح الورشه واشوف انواع الخشب ايه، واشوف مش عارف، مش شغلتي دي، شغلانه حد اسمه برودكشن. مم. تمام. وانزل المطبعه اعرف انواع الورق ايه، برضو مش شغلتي، شغلانه حد. بس لما كنت بقعد بوفر وقت كاكونت مانجر، بقول لك فاسيليتيتنج، فبوفر وقت بدل ما اروح وارجع، فبضيع وقت ملوش معنى. مم. فلو انا عندي الاجابه والنولج خلاص هيلجأ لي على طول حتى لو مش هيشتغل معايا. حتى لو مم. هو ايفر، انت لو انت ماركتير، انت لو فاينانس، انت لو اي تي، انت لو ديزاين، انت لو اي، كل ما كان عندك نولج. والنولج هنا انا بتكلم جنرال نولج على الشغلانه، مش على السبيشاليتي. بمعنى الجرافيك ديزاينر فور اكزامبل، الجرافيك ديزاينر ده هو شغلته في الاصل ايه؟ يعني هو بيشتغل جرافيك ديزاينر لايه؟ حاجات كتير بس كور كرييتيف يعني. لايه يعني انت كجرافيك ديزاينر، انا بتكلم على حد مثلا بيعمل بوست سوشيال ميديا. مم. تمام. هو الجرافيك ديزاينر ده بيسبورت فانكشن ايه؟ بيسبورت فانكشن ماركتنج. الماركتنج. تمام. فالجرافيك ديزاينر اللي فاهم ماركتنج غير خالص الجرافيك ديزاينر اللي فاهم جرافيك ديزاين بس. مم. تمام. تلاقي ده عنده كواليتي في الشغل غير ده خالص. ممكن صح. يكون التاني شاطر اشطر،
بس انا كواحد من الناس لو تيجي تسالني انت يا مصطفى تحب تتعامل مع جرافيك ديزاينر بس ارتستيك حلو بس مش فاهم ماركتنج، ولا جرافيك ديزاينر ارتستيك معقول بس فاهم ماركتنج، هقول لك التاني. طبعا هيوفر عليك. مش فكره هيوفر عليا. انت عارف كريم اكبر غلطه بنعملها ايه كاسسمنت للشغل؟ وسبيشالي بشوفها كتير قوي عند الجنريشن الجديد اللي طالع. هو بيحكم على الشغل بحلو ووحش، مش بصح وغلط. تمام؟ يعني دايما في برايمري اسسمنت كده على اي مكان شغل بتطلعه. حاول دايما تطلع شغلك، ابتدي الخطوه ان شغلك يطلع صح. كده فكر هو طالع حلو ولا وحش. بس انا عندي الشغل الصح الوحش احسن بكتير من الشغل الغلط الحلو. صح. صح. يعني هو حتى في الديزاين كده اللي هو كرييت كونسبت وبعدين بولش. طلع لي شغل صح طلع الاول. فكره، طلع حاجه سوليد وبعدين بالظبط. بولش بعدين. طلع دايما بقول ايا كان كونسبت انت بتتكلم عليه، استراتيجي، الفكره اللي مهما تحاول تموتها ما بتموتش، ده كده شغل صح. مم. لو طلعت ايديا، طلعت استراتيجي، طلعت ايا مكان. آه، دايما بيقول لك الصح لما تطلع فكره حاول تموت فيها، كتر لها سكاكينها. فاهم؟ حاربها. اه حاربها. وانت اول واحد يحاربها. يعني انت لو انت خلاص انت ما عرفتش تنتصر عليها، خلي حد غيرك يحاربها. ما عرفش ينتصر عليها يبقى الفكره دي صح وسليمه. مم. تمام؟ لان انت لو كل ما كان عندك ردود ديفensive ان الفكره دي صح، كل ما مش هتموت. في فكره تطلع وتبان من بره كده لوزه مقشره، مع اول سكينه تفيص، مع اول سكينه. تمام؟ فدايما الناس لازم تحاول تحافظ على ان شغلها يبقى صح. وده بجد بقول لك بشوفها كتير قوي في الجنريشن، يقول لك ايه ده، الله شكله حلو قوي. يا باشا مش بالشكل. طب فين المسج اللي بيقولها مثلا؟ مم. لا والله مش عارف، هو شكله عاجبني. ما هي طب دلوقتي البيهيفير بتاع الناس بقى كده، دي مشكله بتواجه يعني برودكتس كتير، ان انت الباكج هي اللي بتبيع. الباكج بتبيع. هو المشكله ان احنا تحولنا من مطلق احنا ككونسيومرز اصلا، ما بين ان احنا بنأسس، ما بين ان احنا بننبهر. عينينا بتشتري قبل الاسسمنت. صح. فاهم؟ تخش اي مكان تنبهر بشكل حاجه معينه، فتحطها على السوبر ماركت. وانا على فكره انا واحد من الناس دي. يعني شوف، انا رغم ان انا يعني في شغلي بحاول اعمل العكس، بس انا واحد من الناس دي ممكن انزل اشتري حاجه عشان شكلها عاجبني، بس الحشو جوه يا باشا مش هو. ايوه. فاهم؟ الحشو جوه مختلف. فعنينا بقت تشتري. فده بقى اندكشن سائد. تيجي تطبقها على الشغل بقى بتقلب بمهزله. يعني انا واحد مثلا من وانا صغير جدا انترستد بالاعلانات. انترستد، عندي باشن رهيب للاعلانات. كنت بشتغلها من وانا صغير، من وانا طفل 7 8 سنين. نايس. تمام؟ وبحضر تصوير وبحضر حاجات وكده. لما جيت اللوكيشن بتقعد في اللوكيشن. بقعد في لوكيشنز. اه ايوه. كنت بقعد في لوكيشنز وبشوف تصوير من وانا صغير خالص. ما ده اللي ولد عندي ان انا دخلت طب اسنان. لا يا عم، طب اسنان مين يا باشا؟ انت عندك فاشل من وانت صغير في حته، فكك. كاميرات يا باشا. لا انا بحب على فكره. والمشكله انت عارف اكتر حاجه ايه؟ الناس تقول لك مش كرييتيف. حبيبي ما هو مش كل حاجه كرييتيف صح. ما هو ممكن يكون الابروتش بتاعك اصلا ما ينفعش يبقى كرييتيف. مم. تيجي مثلا يا حبيبي انت ليه عايز تفورس كرياتيفيتي على حاجه على ما فانكشناليتي. على حاجه فانكشنال. تمام؟ انا لو عايز اوصل رساله وعندك رساله قويه، ايا ما كان ايه منتجك، ايا ما كانت لو قويه قولها زي ما هي، مش محتاج تقولها بطريقه كرييتيف. تمام؟ انا اسرع واحد عشان انا بوصل في 10 دقائق وغيري بيوصل في 20 دقيقه. ليه عايز تقولها بكرييتيف؟ قول انا اسرع واحد. مش عندك فاكت بتسبورت. صح. تمام؟ قول. المشكله ان انت الناس عايزه تقول انا اسرع واحد وما عندهاش فاكت سبورت. هو ده بقى اللي بيحصل. مم. فبيضطروا يعملوا ايه؟ يتويك اراوند بقى ان هو يقولها ازاي بطريقه كرييتيف. تمام؟ فبتطلع كرييتيف مفلق. صح. فالمفلق ده يؤدي الى نتيجه غلط. يحطوا تعقيدات، في ناس كتير بتحط تعقيدات مع ان انت تبسط اصعب. انا بشوف ان المسج
او ايا كانت برضو ايا ما كانت الشغلانه. فاهم؟ الناس بتنسى اهم حاجه في اي شغلانه. مثلا انت في البرودكت ديزاين، ولا انا في الماركتنج، ولا ايجنسي بتشتغل كرييتيف، ولا حتى عايز كوبي رايتر، ولا حد ترينر، ولا ايا كان، بينسوا اهم حاجه: اوبجكتيف، انا هنا مش ليه؟ مسج. انا هنا ليه؟ الاول اه، انا هنا انا ليه؟ عايزك ليه؟ انا بعمل ايه؟ انا عايز اوصل لايه؟ الناس مم. بتنسى الاوبجكتيف، يروح لك في المسج، يروح لك انا عايز اقول ايه. لا، انت عايز توصل لايه الاول؟ لان على فكره مش لازم ان انت عايز توصل له ده يوصل بالرساله دي. اشبه مثال بشبهه في الموضوع بتاع الفرق ما بين الاوبجكتيف والهدف والرساله، اوبجكتيف والمسج. انا دلوقتي انا قاعد انا وانت هنا، وده مم. يور بيرسونال بليس، وانا قررت، انا جيت، عجبتني الكنبه، وعجبتني الكرسي، وعجبني الترابيزه، وعجبني الاضاءه، وعايز اسرقك. فاهم؟ خلاص، عايز اسرقك، ده هدف، ده هدفي. حطيت هدف بالظبط. ده خلاص، ده بقى هدفي، ده اللي انا عايز اوصل له. مم. هاجي اقول لك يا كريم عايز اسرقك؟ عامة مستحيل. عارف انت صاحبي يعني، اتفضل. لا، دي حاجه تانية. لا، بس بتكلم في هاجي اقول لك انا عايز اسرقك؟ لا طبعا. مستحيل. لا بس طبعا. لازم هشوف ايه الرساله المناسبه مم. اللي توصلني للهدف. يعني ممكن اقول لك، بقول لك يا كيكي، اكيد. ما تيجي نسافر لنا يومين السخنه؟ نروق كده على اه، نفسنا تعالى نروق وبتاع. على نفسنا في يومين في السخنه كده يا باشا. انت عديت عليك شنطتك، حاجتك، طلعنا، الشباب جت نزلنا، الشباب روقت. تحت، اطلع، قشط، نزل، صح. خلصنا. فدايما الناس ما بتعرفش تفرق ما بين الاوبجكتيف والرساله. ده في اي مكان شغل. انا دايما بسال اي حد بقعد معاه: انت ايه الهدف بتاعك؟ مم. طيب، هدفي ان انا اروح للمكان الفلاني. انا بقعد اتكلم في الاوبجكتيفز دي ككارير، كاي مكان انت عايز توصل لايه. ها؟ كتير يعني. ممكن لو انا قاعد في ميتنج ساعتين، انا ممكن اقعد منهم 50 دقيقه بتكلم في الهدف بس، بحاول افصصه على قد ما اقدر. طيب يا عم، انت عايز توصل له بطريقه 1+1=2، ولا عايز توصل له بطريقه 1+1=3 - 1؟ هي شوف، نفس النتيجة هي بس نفس هنوصل النتيجه بس بطريقتين ابروتش مختلفة. مختلف. مم. فاهم؟ فالناس ما بتفهمش قيمه الاوبجكتيف. الناس بتبقى تايهه في قيمه الاوبجكتيف، حتى احنا كاشخاص. صح. يعني حتى احنا كاشخاص بنتوه في الحته دي. انا عايز ابقى ايه؟ من وانا صغير انا عارف ان انا هدفي برايفت بزنس. مم. هدفي ده كده ايه؟ بدايه الكلام. هيبقى في ايه لسه مش عارف. صح، يعني مش مهم الطريقة، بس هو ده لا، مش عارف الاوبجيكتيف. يعني. لما بكلمك وانا صغير ده كنت 12 سنه، اه. بدات اشتغل، كنت بعمل كوكتيلات، شرايط كاسيت، وبيعها. جامد. اه، بس هدفي انا، لا، انا اشتغل لنفسي. تمام؟ اه طبعا، عشان اوصل له عارف ان انا هشتغل في مكان، ولازم اكسب اكسبيرينس، ولازم اكسب اكسبوجر، لازم اكسب علاقات، ولازم ولازم ولازم. فهي باث. انت كل ما كان هدفك على بعيد المدى واضح، بتعرف تحط بقى شورت تيرم جولز. مم. وتبقى عارف انت المكان اللي انت داخله ده ما ينفعش تخرج منه زي ما دخلت. صح. اي مكان انت دخلته ما يبقاش خرجت منه زي ما دخلت. على الاقل اتعلم حاجه ايا كان، حاجه واحده بس. اطلعي بحاجه واحده بس انت متعلمها من اي مكان انت دخلته. مم. انت اتعلمت مثلا من مكان فيه برودكت عن مكان فيه سيرفيس، ايه الاختلاف مثلا بين الاثنين تفتكر، من اكسبيرينس بتاعتك انت؟ الفرق ما بين البرودكت والسيرفيس، اه، اشتغلت في الاثنين. يعني في اهم اختلاف، وده اللي بيأثر دايما على قراراتي في ان انا اشتغل مع برودكت او سيرفيس. السيرفيس هو مش دايما مهتم بالمينتينابيليتي بتاعه البرودكت او البروجكت اللي بيشتغل عليه، زي ما يعني ده السيرفيس بروفايدر مش دايما بيهتم بالمينتينابيليتي. وفي البرودكت المينتينابيليتي ده شيء اساسي، ماشي. جزء لا يتجزأ من الشغل نفسه يعني. ده اكيد. ده اكتر ديفرنس. بس وهو انا ده بتكلم كسكيل، كأنا ككريم. كسكيل.
سيرفيس تايم مانجمنت اكتر حاجه ممكن تعلمها في سيرفيس كومباني. مم. يعني اقوى تايم مانجمنت في الدنيا، لان انت بتتحاسب على كل لحظه انت بتقضيها، والاوتبوت اللي انت بتطلعه الشركه بتتحاسب عليه، لان صح انت بتبروفايد سيرفيس. صح في البرودكت لا، انت بتتعلم تبقى فاليو اورينتد اكتر، والامباكت بتاعك دايما اعلى، والافورت بتاعك دايما اقل. فبتعلم، او اقدر اقول عليها بلاننج سكيلز ماشي. واناليسيس ما مهم هي دي بقى جدا. الفكره، انت لما بتخش اي مكان باي ديفولت بتتعلم حاجات. مم. المفترض، المفترض صح. اللي عايز يتعلم حاجات. لما باجي اخش اي سيشن مثلا في الماركتنج، عندي السيشنز اللي بديها في الاغلب، طبعا كل ما كانت السيشن على عدد قليل بيسمح لي اقول الكلمه دي بطريقه انا موجود عشان اتعلم منكم. مم. ليه بتعلم منكم؟ لان انا بتخيل ان الرياكشنز بتاعت الناس مختلفه، الاسئله مختلفه، كل ده بيطور عندنا سكيلز معينه. صح. قبل ما انا اكون سورس اوف انفورميشن، انتوا سورس اوف سكيل ديفلوبمنت عندي. صح. فما ينفع، انا بقول لك المحاضره بخش، ما ينفعش اخش محاضره واخرج منها زي ما دخلت. مش هقول لك بقى مكان شغل قعدت فيه سنه ولا سنتين ولا حاجه، لا، محاضره ساعه. ما ينفعش اخش المحاضره دي واطلع منها زي ما دخلت. دي جنرال رولز. الرول الثانيه اللي بشوف الناس وكلنا، وده غصب عننا، الكومفورت زون. مم. تريح بقى. الكومفورت زون، الكومفورت زون حاجه حلوه قوي قوي. لا لا لا، جميله يعني. انت تبقى قاعد عامل لنفسك بابل كده مم. بس لما باجي افكر في موضوع الكومفورت زون دي واشوف ناس كتيره قوي نجحت، وانا مش هتكلم على مشاهير، انا بتكلم، انا دايما ما بحبش اتكلم حتى كاكزامبلز على مشاهير، لان لما بشوف ان انت لما تيجي تقول لي مثلا مش عايز تبقى فيليب كوتلر بتاع فاذر اوف، مش عايز، بلاش فيليب كوتلر، ممكن حد، مش عايز تبقى محمد صلاح. باشا انت ليه بتصعبها عليا؟ اوصل له ازاي ده؟ مش عايز ابقى يعني محمد صلاح. بالظبط، يعني ليه بتصعبها عليا؟ مم. ما تصعبهاش عليا. طب تعتقد دخولك السيريز اوف فيديوز دي هتخرج منها اتعلمت حاجة؟ اكيد. اشكرك. اكيد. انا بشكرك على دخولك. تيجي نتشرف ونخرج. يلا بينا. يلا، سلام عليكم. عايز السلام عليكم. عايز كده. يلا بينا. اه